السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال ان شاء الله. رجعت لكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم الشنيك اللي كيجي رائع وكيجي مورق وبمقادير جد بسيطه متواجده في كل بيت، وكيف عودتكم دائما بوصفات اللي جد سهله، وكنتمنى ينالوا اعجابكم الفيديوهات ديالي ونكون حسن الظن ديالكم يا ربي. ويلا خليكم معايا ندوزو للمقادير. تحضير الشنيك ديالنا، هنا غادي نحتاج واحد الكاس د الماء يكون دافي، وكاس د الحليب حتى هو يكون دافي، وغادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، خميره حبيبات، وعندي جوج بيضات زودت الصفار باش ندهن ان شاء الله به الشنيك ديالي، وضفت 3 المعالق ديال السنيده، وغادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، وغادي نخلط العناصر ديالي مع بعضياتها، نخلطهم مزيان مزيان بالفوي كي شفتوا معايا. كي شفتوا معايا مقادير جد بسيطه. وهنا غادي نضيف الطحين تدريجيا حتى يتجمع ليا الخليط ديالي. عينكم ميزانكم، ضيفوا الطحين تدريجيا. صافي غادي نبقى نخلط هكا مزيان حتى تجمع ليا ان شاء الله العجين ونرجع معكم. هنا البنات كيشتو معايا خدمت يديا باش نعرف القوام ديال العجينه. صافي غادي نبقى نجمعها مزيان مزيان حتى ما تبقاش تلصق ليا في يديا، ونرش بشويه ديال الطحين سطح العمل في غادي نخدمها ان شاء الله، وندلكها غير بالكف ديال يديا، ضروري دلكوها شويه غير بالكف ديال يديكم. وكيشتو معايا الطريقه اللي هي سهله بزاف وجد مبسطه. هانتوما غندلكها غير بالكف ديال يدي. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه ان شاء الله حتى واحد 4 دقائق هكاك، ما كاملاش وانا كندلك فيها هكا، غير واحد شويه. وصافي غادي نجمع العجين ديالي كي شفتوا معايا ونخليه يرتاح ان شاء الله واحد الساعه حسب الحراره اللي عندكم في الدار. الا كانت الدار سخونه راه دغيا غادي تخمر لكم.
ونشكلو ان شاء الله الشنيك ديالنا. هنايا من بعد ما خمرات ليا العجينه ديالي كي شفتوا معايا ضعف الحجم ديالها، غندوز ان شاء الله نجمع العجين ديالي. وكيبقى على حسب الجو اللي عندكم في الدار بارد راه ما تخمرش لكم دغيا، تاخذ معكم واحد الساعه ونص الا كان الجو بارد في الدار. ما كانش الجو بارد في الدار راه دغيا غادي تخمر لكم واحد نص ساعه، غتخمر لكم ان شاء الله. وغادي نرشها بشويه ديال الطحين وندوز ان شاء الله نخدمها بهذه الطريقه هذه كي شفتوا معايا، باش كتجيني الكريسات ديالي متساويين كيجيو قد قد. ونقطعهم ان شاء الله صغيورين بزاف. وخليكم معايا تشوفوا المراحل ديال هذا الشنيك هذا اللي كيجي. الصراحه النتيجه ديالو كتجي زوينه بزاف، يستحق الصراحه التجربه. وهنايا هانتوما كيشتو معايا كنقطع العجينه صغيوره، وغادي نلاقي ان شاء الله وحده مع وحده وغادي نشكلهم كريسات صغيورين. وصافي خليكم على فيديو تشوفوا المراحل ديال تشكيل هذا الشنيك هذا اللي كيجي زوين بزاف صراحه، كيستحق التجربه، كيجي رائع وكيجي مورق وكيجي مقرمش. الصراحه القشره ديالو من الفوق كتجي مقرمشه وزوينه. وهنايا كيشتو معايا، سمحوا لي بزاف مشى ليا المقطع ولكن ماشي مشكل، واخا هكا كنشارك معكم لا فيديو. هذوك الكريسات طلقتهم كاملين بالثلاك وخليتهم على جانب. ومن بعد بقيت كنجيب وحده بوحده وكندير لها الزبده ديال التوراق، تكون دايبه، تكون بحراره المطبخ، ما تكونش بارده. وكندهنها كامله، ومن بعد ندير وحده فوق منها وندهن الاخرى وندير وحده فوق منها. ومن بعد توصلت ل10 الحبات وخليتهم كيشتو معايا. وهاني كنطلقها بالثلاك. واخا مشى ليا المقطع بغيت نشارك معكم لا فيديو، غير سمحوا لي بزاف. وراه الطريقه سهله وجد مبسطه، غير توصلوا البنات ل10 الحبات، حبسوا ما تزيدوش فوق منهم. وإلا بغيتو يجيكم الشنيك عاوتاني كبير بزاف زيدوا ديروا اكثر من 10 الحبات. وصافي دابا غادي نلوي هكا الشنيك ديالي كي شفتوا معايا ونقطعو ان شاء الله. وصافي هنا كنقطع الشنيك ديالي. هي وريتكم الطريقه، الا بغيتو تعمروه من الداخل بالشكلاط او باللي عجبكم اللي بغيتو، ولا بغيتو تخليوه بحالي انا هكا عادي خليوه، راه كيجي غزال حتى هكا. وصافي غادي نشكل ان شاء الله الشنيك ديالي ونخليه يخمر. شفتوا البنات كي كتجي العجينه كتجي مورقه من الداخل، كتجي غزاله الصراحه، النتيجه كتكون ناجحه 100%، غير جربوه. وصافي كي قلت لكم غادي نخليه يخمر ونرجع معكم ان شاء الله.
هو الشنيك ديالي كي شفتوا معايا خمار، وخديت ديك صفار بيضه وزدت عليها غير شويه ديال الحليب، وغادي نخلطها هكا مزيان مزيان، وغادي ندهن الشنيك ديالي من الجناب مزيان كي شفتوا، ومن الوسط غندهنوه غير شويه. شفتوا كي كيبان غزال بزاف وكيبان مورق من الداخل. وغادي ندخلو الفران يطيب على 180 درجه، شعلت عليه من الفوق ومن التحت في فران ديال الضو. نتوما الا عندكم فران ديال الغاز شعلوا عليه من التحت وخليهم يطيبوا، من بعد ما يطيبوا لكم شعلوا عليهم من الفوق يتحمروا، ومن بعد خرجوا الشنيك ديالكم ها هو واجد بالصحه والراحه. صراحه النتيجه يا البنات كتكون غزاله بزاف، وانا متاكده 100% الا جربتوه ما غاديش تندموا، اكيد غادي يعجبكم. كي شفتوا معايا مقادير ديالو اللي هي سهله بزاف وما ما كياخذش معاكم اليد، راه دغيا كيوجد بين كياخذ الوقت غير في الخمار، ضروري خليوه يخمر مزيان. كي شفتوا كاين جوج مراحل، المرحله الاولى كتخليوه يخمر مزيان، ومن بعد عاد كدوزو تشكلوا الشنيك ديالكم كيف قلت لكم، والمرحله الثانيه كتخليوه يخمر وعاد كطيبوه. وصافي خليكم معايا البنات مع لا فيديو ان شاء الله. من بعد ما يوجد ليا الشنيك ديالي غادي نرجع معكم. ها هو الشنيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران كيجي غزال الصراحه، كيجي زوين بزاف. تمنيتكم تسمعوا ديك القرمشه ديالو، ولكن للاسف راكم عارفين كنزول دائما الصوت للفيديو. وهذا هو الشنيك ديالي، كيجي رائع لا في الشكل ولا حتى في المذاق، كيجي زوين بزاف، وانا متاكده 100% غادي يعجبكم ان شاء الله الا جربتوه. وكنشكر بزاف المشاركين الجدد اللي انضموا لي القناه، شكرا لكم بزاف، وكنتمنى نكون حسن الظن ديالكم ويعجبكم لا فيديوهات ديالي. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، والى فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.